بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نحضر غدا النهارده بسيط وسهل وما فيهوش اي تعب خالص. بعيد عن المحاشي، مش صواني المكرونه، ما صواني كده، بعيد خالص. اكل بسيط جدا، احمر واخضر وابيض زي ما احنا بنقول كده. احمر هنعمل بسله بالجزر، وابيض الرز والاخضر الملوخيه الخضراء الجميله. طبعا مفرزة كل حاجة، البصل والطماطم والبسلة. طبيخ سهل جدا وما خدش وقت معايا وكان لذيذ بشكل رهيب رهيب والله. انا نوعية الاكل دي بحبها خالص. بسيط وسهل وما بياخدش اي مجهود معانا، والاولاد بيحبوه خالص. وطبعا احنا عارفين ارتفاع الاسعار اليومين دول. الفراخ غالية، الكيلو حوالي حاجة و80، الرز ب30، كل حاجة غالية الحمد لله، وربنا يسترها معانا ان شاء الله. نحمد ربنا على اي حاجة. الواحد لازم يستحمل الفترة دي ويحاول يدبر في بيته كده، يعني كنتوا بتطبخوا مرتين ثلاثة، نخليها مرتين بس، مرتين نخليها مرة، نحاول. كل حاجة غالية لازم نحاول نقتصد خالص في الايام دي. اهي البسلة طلعتها من الفريزر، والطماطم كانت الاسعار حلوة لما فرزت الحاجات دي. مفرزة البسلة دي والطماطم من قبل رمضان، كان سعر الطماطم حوالي 3 جنيه او 4 جنيه في العداية. انا جايبة عداية، جبت عداية الاول 30 كيلو، وبعد كده قبل رمضان، وفي نص رمضان كانت الطماطم نزلت وجبت عداية تاني. امبارح كنت بسأل على الطماطم، في ناس كانوا بيقولوا ب15 جنيه وفي ناس بيقولوا ب10 جنيه. بس الحمد لله عندي كمية حلوة، والحمد لله. هنا عملت، جهزت الصلصة، عملت البصل وفكيته عن بعض وحطيت شوية ملح لان مفيش ملح. البصل بنفرزه كده، وبعد كده حطيت الطماطم عشان تسيح. وهنا بحمر الرز على في الحلة التانية، وحطيت الفراخ ومتبلاه من بالليل. بسيط وسهل والحمد لله. اللهم اقدمها نعمة واحفظها من الزوال بإذن الله. نحاول يا جماعة، في الأيام دي صعبة بجد على الكل، كله بيعاني، فنحاول إن شاء الله نعدي الأزمة دي، ويا رب إن شاء الله ربنا يفك الأزمة دي قريب بإذن الله، لأن كل الناس بتشتكي. أنا في كل مكان الناس ما بتتكلمش غير على أسعار الأكل كمان، وخصوصا إن معانا أطفال صغيرين عايزين ياكلوا، فكل حاجة غالية. اللحمة ب320 عندنا، الفراخ عدى ال80، مرة ينزل يكون ب75، ما بينزلش عن كده، مرة يكون 77، مرة 80، مرة بيوصل 85 بجد. يعني ربنا يتولانا برحمته إن شاء الله ويفك الأزمة دي على خير بإذن الله. أهل البسلة كلها جهزتها. أنا كنت حاطة البسلة والجزر مع بعض، وحطيت بطاطساية واحدة، وغسلت الرز كويس خالص وحمرته اهو. نحاول برضو ما نعملش رز، احنا طبعا اولاد نتعود على الرز في كل اكلة. نحاول مرة رز، مرة مكرونة، مرة مش لازم رز خالص يعني، وخصوصا مرة نعمل نص كيلو، بلاش الكميات الكبيرة اللي كنا بنعملها في الاول، عشان نحاول نوفر ونحاول ندبر امورنا في البيت وكده. ان شاء الله. هنا حمرت الرز كويس، وبعد كده حطيت، انا هنا عاملة كيلو واحد، حمرته وبعد كده حطيت عليه الرز الابيض اللي انا غسلاه، وقلبته كويس وطفيت عليه النار، ما حطيتش الشوربه، خليت قبل من الغدا بنص ساعه حطيت الشوربه عشان يكون سخن. انا بحمره اول حاجه كده وبسيبه على جنب، قبل الغدا بنص ساعه بحط الشوربه. بنحط الشوربه طبعا جزء، نص شوربه ونص ميه. قلبنا هنا كويس وهنسيبه عشان يكمل سوا. وجهزت البسلة الطبيخ الأحمر والرز، وبعد كده كنت غاسلة الملوخية وهنخرطها مع بعض. أنا بحب الطريقة دي أنا عندي كبة، بس ما بحبش الملوخية اللي بتحط في الكبة، أنا أحب المخرطة خالص خالص. وبعد كده كنت مجهزة الشوربة اهو، حطيت عليها الملوخية، وعشان الملوخية تكون خضرة نحط حاجة بسيطة، كربون، بيكنج باودر، حوالي نص معلقة او ربع معلقة شاي صغيرة، عشان بتقعد خضرة لغاية اخر شوية. وكنت مجهزة الطشة بتاعتها، الثوم والكزبرة الناشفة والملح
وحطيتهم كلهم على بعض. بجد الريحة كانت خرافة ولونها اخضر وجميل خالص. اكل بسيط وسهل وما خدش اي مجهود معانا، والفراخ اتحمرت استوت، وبعد كده حمرتها وجهزت الغدا. يا رب يديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. وان شاء الله ان شاء الله يكون الاكل عجبكم النهارده. واذا عجبكم الاكل ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. والى اللقاء في فيديو اخر في رعاية الله.